ما حدث في نصف نهائي كأس العالم لازم احكي عنه بهالفيديو. قبل كل شيء هارد لك لإخوتنا المغاربة، والله إنكم أبدعتوا، وصلتوا للمرحلة ما وصل لها أي منتخب عربي أو أفريقي. وليد الركراكي دخل التاريخ من أوسع أبوابه، يعطيكم العافية يا شباب، كفيتوا ووفيتوا، الكل أعطى كل ما لديه، على رأسهم أشرف حكيمي وياسين بونو ويوسف النصيري وعز الدين أوناحي وسفيان مرابط، واللي سحر قلبي وسلب عقلي بمهاراته الذكية والمؤثرة سفيان بوفال. اللاعب يستحق أن يلعب لفريق أكبر من إنجيل فرنسي اللي متزيل الترتيب هناك في فرنسا. إن شاء الله سفيان بوفال لن يمكث كثيرا مع ناديه، وستنهال عليه العروض بعد الأداء التاريخي. التعب والإرهاق والإصابات في صفوف المنتخب المغربي كانت سببا من أسباب الخسارة صبت في صفوف المنتخب الفرنسي. أيضا الأخطاء الدفاعية سبب ثاني، عدم حسن التمركز. سرعة ومهارة كيليان مبابي صنعت الفارق. هدف تيو هرنانديز هدف رائع، فيه دقة تركيز كبيرة، فيه مكر كروي، اعتلاء كلتا القدمين والتصويب بين الحارس واللاعب. هدف رائع، هدف مبكر أعطى أريحية للمنتخب الفرنسي. إصابة لوكاس هرنانديز أفسحت المجال لشقيقه تيو هرنانديز وأعطته فرصة اللعب كأساسي مع منتخب بلاده. شخصيا أرى تيو هرنانديز أفضل. لاحظوا الاستحواذ للمنتخب المغربي، كانت خطة ذكية من المدرب ديدي شان، خلوهم يستحوذوا ونحن رح نلمس الكرة قليلا ونضربهم بسرعة ومهارة لاعبينا. الشوط الثاني للمغرب بامتياز، وصلوا كثيرا للمرمى لكن ما كان عندهم لاعب قادر على أن ينهي الهجمة، عدا عن ركلتين جزاء لم يحتسبهم الحكم وما رجع للفار فيهم. وداعا أسود الأطلس، وإلى اللقاء في كأس أفريقيا، وإن شاء الله ستكونون أبطال اللعبة. رسميا كرواتيا تفوز على المغرب بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ليكون الأنيق لوكا مودريتش الثالث على العالم مع منتخب بلاده، ويكون أسود الأطلس الرابع على العالم. أما عن مباراة الأرجنتين وكرواتيا، نصف ساعة لعب وضغط كرواتي، نصف ساعة غاب فيه ميسي ورفقائه، وراء هالغياب وهالهدوء ضربة قاسية وموجعة للمنتخب الكرواتي. والله إني حكيتها مع أصدقائي وقلت لهم على الأرجنتين الحسم المبكر، والفوز سيكون عن طريق المهارة الفردية. إن لم تغتنم الفرصة يا ليونيل ميسي ستظهر لك نتائج إيجابية لمصلحة الكروات سبب نجاحها اللعب الجماعي. وفعلا فعلها ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، هدفين خلال 5 دقائق أخرجوا كرواتيا من اللعبة. ذهنيا كرواتيا ظلت تحاول لكن نفسيا تأثرت كرواتيا. مبروك ليونيل ميسي على الصعيد الفردي، ومبروك للأرجنتين على الصعيد الجماعي بلوغهم نهائي كأس العالم. لكن في شغلة لفتت انتباهي، لوكا مودريتش لاعب عالمي، الإعلام ما بيحكي عنه، ما بيعطيه ربع حقه، جوهرة وسط رح نفتقدها بعد اعتزاله. وفعلا انك تكون لاعب كبير ماله كافي، يجب ان تكون لاعب ذو هالة اعلامية قوية. شخصيا أرى المنتخب الفرنسي الأقرب للفوز ببطولة كأس العالم لتكون للمرة الثانية على التوالي، وأتمناها لليونيل ميسي ليختم علم اللعبة ويكون عند الغالبية. ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. إذا أردتها يا ليونيل ميسي فعلى الأرجنتين عدم تلقي هدف مبكر، على الأرجنتين التسجيل أولا، على دفاع الأرجنتين التركيز على عثمان ديمبélé وكيليان مبابي وتيو هرنانديز. إذا كانوا بيومهم فعلى الأرجنتين السلام. اكتبوا لي بالتعليقات من سيكون بطلا لكأس العالم، الأرجنتين أم فرنسا.